نبتدي بقى في المحاضرة التانية كده يا شباب. هنا كان بيتكلم عن السينج. طيب انا بقول لك دلوقتي السينج اللي عندك يعني ايه سينج؟ انت بترفع الشكل. طيب القانون بتاعي دوت الرمز بتاع السينج اللي علامة الاكس دي كده جوه دايرة. طيب السينج عبارة عن ايه؟ الصورة وبتشيل منها نتيجة الهيت اور مس. تمام، يعني انت عندك بتجيب نتيجة الهيت اور مس اللي احنا شفناها مع بعض المحاضرة اللي فاتت، وتبتدي بقى تشيلها من الصورة. طيب تعالى كده واحدة واحدة. ادي مثلا عندي مسألة السينج، انا بديك اكتر من structure element بالشكل دوت، بقول لك نفذ لي عليها يعني مسألة السينج. طيب انت بتاخد بي واحد دي وبتنفذها على الصورة. تمام، بعد ما بتنفذها على الصورة بتطلع ايه واحد، بتاخد ايه واحد بتنفذ عليها الاستراكشر التاني، وبعد كده بتاخد الاستراكشر التالت تنفذها على النتيجة اللي طلع، وبتمشي وهكذا. طيب بقف امتى؟ مثلا انا دلوقتي وصلت بيه خمسة، ومن ساعة بخمسة يعني لما مشيت بخمسة محصلش تغيير، بستة محصلش تغيير، بسبعة مفيش تغيير، بتمانية مفيش تغيير، جاي بواحد مفيش تغيير، باتنين مفيش تغيير، بتلاتة مفيش تغيير، بأربعة مفيش تغيير، بخمسة كده وصلت بخمسة ده كان أول ما محصلش تغيير عندي. يبقى أنا لفيت لفة لحد مثلا من أول ما ابتديت لحد ما نهيت محصلش عندي أي تغيير، يبقى أنا كده هقف. تمام. طيب أنا بعمل إيه بقى؟ الهيت أور مس إحنا قلنا أنت دلوقتي عندك الأسود ينطبق على الأسود والأبيض ينطبق على الأبيض. تمام. طيب أنا دلوقتي لو انطبق الكلام دوت أنا بشيل الصورة دي من الصورة. طيب تعالى كده نمشي واحدة واحدة. ادي عندك الصورة بتاعتي. تمام، ومن ديك الاستراكشر ايلمنت اللي هو ثانية بس اجيب لون مختلف عشان تبان. طيب انا دلوقتي مديك الاستراكشر ايلمنت دوت الاوريجين بتاعه اهو في النص كده. تمام، ادي عندك بقول لك 3 فوقيك ابيض 3 تحتيك اسود والاوريجين بتاعي اسود. تمام، يبقى 3 فوقيك ابيض 3 تحتيك اسود. تعالى كده امشي واحدة واحدة. هنا لو حطيت الاوريجين هنا انا بمسك الاوريجين، يعني بمسك الشكل من الاوريجين وببتدي احركه. تمام، فادي دلوقتي مثلا يعني هرسمها اول بس مرة كده عشان نتخيل مع بعض، بعد كده هيبقى كلام سريع. فانا بقول لك دوت 3 اسود وهنا واحده اسود وفي ابيض. طب انا فوقي ابيض. تمام، دلوقتي انا بره الصوره فكده بره الصوره يبقى ابيض. تمام، تحتيه 3 اسود. طب هل ده تحتيه 3 اسود؟ لا، ده تحتيه 2 ابيض، قصدي 2 اسود ودلوقتي واحده ابيض بس. تمام، فيبقى دي مش هتنفع. تتحرك على اللي بعدها. اللي بعدها هتتشال ليه؟ 3 اسود اهمت و3 ابيض. هنا برضو نفس الكلام، تحتيه 3 اسود وفوقيه 3 ابيض. هنا نفس الكلام، هنا نفس الكلام، هنا نفس الكلام كده. تمام، اجي هنا كده تحتيه 3 اسود فوقيه 3 ابيض والاوريجين بتاعي اسود. تمام. بص هو ده دونت كير، فعشان كده مش ببص عليهم وانا وبشيل. تمام، يبقى النقط دي كده كلها تتشال. تمام، مفيش حاجه تتشال تاني ليه؟ لان فوقيه بس دوت كده ابيض، لو اتحركت في اي حته تاني مش هيبقى فوقيه ابيض في حاجه. تمام، فانا هنا دلوقتي كده طلعت ايه واحد ان انا شايل منه الصور دي. اخش على بي 2 بقى. بي 2 دوت بقول لك ايه؟ ادي الاوريجين بتاعي اهو. تمام، وفوقيه يعني زي حرف ال بالمتشقلب كده ابيض. تمام، فهتيجي جاي ماشي واحده واحده كده، هتمشي واحده واحده، هتقعد تدور على نفس الشكل كده مش هتلاقي فيه حاجه. هيبقى ايه واحد بتساوي ايه اتنين. يعني بص هنا لما تيجي تقارن كده بعينك مش هتلاقي فيه اي تغيير. طيب بي 3، بقول لك بي 3 ادي كده النقطه دي جنب يميني 3 ابيض وشمالي 3 اسود. تمام، طيب تعالى كده هتحرك. انا هبص على الجنب دوت. ليه بقى على الجنب دوت؟ عشان خاطر هو دوت اللي في يميني فيه 3 ابيض. فهتبص هنا، امسك الصورة دي كده من هنا. ادي بص كده، ادي الاوريجين بتاعي النص ده. تمام، يميني 3 ابيض اهم، وشمالي 3 اسود اهم، وادي اسود، يبقى النقطة دي هتتشال. تمام، يبقى النقطة دي هتتشال. تيجي هنا هيبقى ده على شمالي 3 ابيض، قصدي شمالي هيبقى 3 اسود ويميني 3 ابيض، يبقى النقطة دي كمان هتتشال. لما تيجي تبص هنا هتلاقي ان هما النقطتين دول هتتشال. دي هتبقى نتيجة 3. يبقى انت بص يعني اتنين مع بي 2، ايه 3 مع بي 3، وهتمشي وهكذا بقى. يعني دلوقتي بي 4، ادي كده الشكل بتاعك اهو مثلا، يبقى الاوريجين بتاعي اهو وحرف ال 3 ابيض من تحت. تمام، فهتيجي جاي هتمشي المربع عندك كله كده. تمام، هتمشيه بيكسل باي بيكسل زي ما انا ممشي القلم كده. هينطبق فين؟ تعالى كده حط المربع بتاعك. ادي المربع بتاعي ده الاوروجن ها. بقول لك جنبي واحده ابيض وتحتيه 2 ابيض. طب ادي واحده ابيض اهيت، وادي الاتنين الابيض، يبقى النقطه دي هتتشال، النقطه دي بس اللي هتتشال. تمام، ده كده هيبقى ايه 4. خد ايه 4 مع الاستراكشر الخامس ب5. تمام، فهتمشيه. طيب فين تحتيه 3 ابيض؟ لما تيجي تبص كده انا هنا تحتيه 3 ابيض. تمام، طب فين تاني؟ بص هنا كده، حط الاوروجن هنا. هنا تحتيه 3 ابيض وفوقيه 3 اسود. بص هنا كده، تحتيه 3 ابيض فوقيه 3 اسود. تيجي هنا كده، لا هنا دي ابيض مش فوقيه اسود، يبقى انا هشيل النقطتين دولت بس. تمام، في ايه تاني؟ بس مفيش حاجه تاني كده.
دوت كده هينتج لك بقى نتيجة A5. تمام. تيجي بقى مع B6، يعني هتمشي بقى بنفس الاستراكشر دوت. بص هنا هو يعني هنا بقى هو موضحها لك، فبيقول لك A6 دوت هتبقى نتيجة مع B6، يعني A5 مع السيننج مع الB6. تمام. A7 هتطلع بقى نتيجة A6 مع السيننج مع B7. بقول لك A7 هتطلع بتساوي A8، يعني ما حصلش تغيير، و A9 هتبقى مع B1. برجع بقى اعيد بقى، يعني A9 كده انا خلصت A8 مع الستراكشر 8. تمام. طيب A9 بقى، A9 بقى ده هيبقى بقى مع B1. تمام. وهيبقى A10 هيبقى مع B2، وهكذا بقى هتقعد تكمل لحد ما يحصلش عندك اي تغيير. تمام. طيب ايه السيكنينج بقى؟ السيكنينج بقى انا كنت في السيكنينج بقول لك هتجيب نتيجة الهيت اور مس وتشيل. طيب انا دلوقتي لو كانت نتيجة السيكنينج ديت كانت عبارة عن ثانية واحدة، فانا بقول لك دلوقتي نتيجه السيكنينج ديت انا كنت في السيننج بجيب الهيت اور مس وبشيل من الصوره. طيب انا لا لو جبت نتيجه الهيت اور مس ورحت عملتها، يعني انطبقت الهيت اور مس اشتغلت معايا بقت تمام، الاسود على الاسود والابيض على الابيض. تمام. لا انا هنا بقى بحط النقطه دي، فهنا لازم الاوريجن بتاعي يبقى ابيض عشان خاطر انت تلاحظ التغيير. فوق كان لازم الاوريجن بتاعي يبقى بالاسود عشان خاطر لما اجي اشيله يبان هيبقى ابيض. تمام. فدي كانت ملحوظه كان الدكتور قالها برضه في نص المحاضرات يعني. بس ده كده كان بالنسبة للتكنيك. هنا بيحل بطريقة تانية كده مختلفة، بيقولك ايه، عندك الصورة وبعد كده بتجيب لها الكومبلمنت، وبعد ما تجيب الكومبلمنت بتعمل لها السيننج، وبعد ما تجيب السيننج تيجي اعمل لها الكومبلمنت، وبعد كده النتيجة بتاعتك هتشيل اجزاء مش متوصلة، يعني زي النقطة دي وزي النقطة دي. تمام. هتشيلهم فهيتبقى عندك الشكل دوت بس. لكن الطريقة في الحل يعني لو سأل هتبقى الطريقة اللي انا قلتها اللي هي عكس السيننج. الكلام ده كده كله جاي بقى في المحاضرة التانية بتفاصيل يعني، فهنشرحه في المحاضرة الجاية.